نورك باطني مع ظاهري، تواب تب فضلا علي وعافني، واغفر جميع كبائري وصغائري. اشرح بعلم نافع صدرك شفا، في القلب كل هجاب جهل ساتر، حتى أراك بنور قلبي ظاهرا، وأرى سواك كمثل ظل سائر. علمني علما نافعا أخلى به، فعل النواهي ثم ترك الأوامر. لطفا خفيا يا لطيف الطف بنا، وانصر على الأعداء أفضل ناصري. يا حي يا قيوم أحي قلوبنا، بالعلم والتقوى وشكر الشاكر. مع حب سيدنا وحب محبهم، سلم وصل على النبي الطاهر، مع آله أصحابه المهدى إلى كل الورى من إنس جن سائر. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو كما تفضل الأخ جزاه الله خيرا، كان المعنون لهذه الكلمة جهود علماء غينيا كوناكري، والذي جذبني إلى الرجوع عن تلكم الكلمة أنني أتحدث عن التاريخ، وتاريخ المنطقة أقدم من غينيا، وكانت تسمى قبل أن تسمى غينيا بفوتجالو دولة الأئمة. لذلك حتى بول مارتي لما كان يكتب إسلام في غينيا كتب فوتجالو بين قوسين غينيا، يعني ذلك ما أداني إلى الرجوع، ليس احتكارا بالمنطقة أو الإقليم الذي يسمى الآن إداريا بفوتجالو دون سائر المناطق الغينية الأخرى، بل كما تعلمون أنه يلزم من هذا الباب الإنصاف، ويمنع منعا كليا في التاريخ أن نسمي الأشياء بغير اسمها، كما أنه لا ينبغي أن يقول شخص موريتاني لصاحب كتاب مراقي الصعود إنه موريتاني. يمكن أن يقول إنه شنقيطي ولا يتأتى أن يقول إنه موريتاني. وكذلك في هذه الدول، السنغال وغامبيا وغينيا وغيرها، فالذين عاشوا قبل أن تتسمى تلك الدول بتلكم الأسماء وكانوا يحاربون أن تتسمى بهذه المسميات لا ينبغي نسبتهم إلى هذه الدول الحديثة الآن، وهي جناية تاريخية فعلا، وجزاكم الله خيرا. واستسمح أن أدخل مباشرة في الموضوع، وشكر الإخوة للجهتين المنظمتين شكرنا جميعا، وتكرارها قد يأخذ من الوقت ما يأخذ. والكلمة التي سألقيها سأتفضل بذكر المباحث جملة، ثم أتطرق للمهم في المقام، وما يتبقى ينظر في الورقة إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا. فالأمة كانت ولا تزال تسمو بتراثها وترقى إلى ذروة العز، وبهذه الجهود العظيمة في خدمة العلم والعلوم تحبيرا ونسخا، تصنيفا وتأليفا، نظما ونثرا، تقول بلسان حالها قبل مقالها: هيا هل إلى هذا الكم الهائل من المخطوطات المختلف ألوانه، المتعدد فنونه وعلومه، حتى في علوم لم يكن يخدش في الخلد أنهم طرقوا بابها أو مروا بفنائها، فضلا من أن يكونوا غاصوا في بحارها وعمقوها، بل تعمقوا فيها، بل استدركوا على من غرسوا بذرتها بالتنسيق والاختراء والزيادة. وهذا أمر مشترك طبعا بين سائر أهل العلم في مختلف الأزمنة والأمكنة. وإفريقيا جزء من هذه الأمة، والكيان الأول لهذه البشرية، عاشت ردحا من الزمن، وآثارها المخطوط يتهادى بين رفوف الخصوصية وسقف الأخواق، تأكله الأرضة ويتعرض للبطر والخرم والتلف، وهو كيان تاريخ هذه المنطقة، وذلكم ما لا ينبغي.
والخطة أو السبيل إلى هذا تبصير النشء بأهمية هذا التراث وإيعائه، وأنه الممثل للصورة الحضارية وعصارة فكرهم لعقود عديدة مديدة، وثمرة جمعهم وسهرهم ليالي طويلة. وإنه من دواعي البهجة والسرور أن تنهض من سرير الغفلة لتلبي نداء ندوة دولية معنون لها بجهود علماء الغرب الإسلامي في خدمة التراث الإسلامي، استجابة لندائهم المليء بحسن الظن. وإن لم أكن أهلا لذلك، ونسمن هذه الجهود في خدمة وإحياء هذا التراث العظيم، علما أن أغلب الموجود منه مخطوط، وأغلب المخطوط في حكم المفقود، وأغلب المطبوع في حكم المخطوط، وأن خدمته عون على إعادة المجد لأهل الجد حتى يكروا مرة أخرى، إذ الاسترجاع أسهل من الاختراء والابتكار، وفي الوقت نفسه معين عليهما، إذ أول التجديد قتل القديم فهما، والبحث على النحو الآتي في خطة ودعه ونسجه واستلهامه توطئة عن دخول الإسلام في المنطقة جنوب الصحراء. وتحدثت في هذه النقطة عن معالم واضحة جدا، لا هي كما يسميها الإمام الشاطبي شبه المتواتر المعنوي، يعني سنوات دخول الإسلام بسنوات مذكورة منصوصة في الكتب تواتر عليها المؤرخون، سنة 5 بالنسبة للحبشة، وسنة 21 بالنسبة لمصر، وسنة 46 بالنسبة للقيروان، وسنة 432 بالنسبة للتكرور كما ذكر ابن حزم في جمل من فضائل الإسلام. فهذه سنوات منصوصة في الكتب، وقد ذكرت في كثير من مصنفات العرب التي انتولت موضوع تاريخ المنطقة وتاريخ إفريقيا عموما. وما عدا ذلك فلا يعد أن يكون اجتهادا من البعض، خاصة إذا تعلق بالتنصيص على السنوات والتاريخ الدقيق في ذلك. فيمكن القول جملة إن الإسلام دخل المنطقة في القرن الأول الهجري، وما عدا ذلك فهو تخمين، وجزاكم الله خيرا. والمبحث الثاني التعريف بمنطقة فوت جلو تاريخا وجغرافية. وهذه المنطقة على الرغم من ما أفادت من جهود ومصنفات كثيرة أثرت في هذه المنطقة، إلا أنها غير مشهورة. ومن الغريب جدا أن تكون أسبق من دول الأئمة التي أنشئت مؤخرا، دولة الأئمة في فوتاتورو، ودولة الأئمة في ماسنا، والدولة العثمانية في سوكوتو. دولة الأئمة في فوت جلو أسبق من هذه جميعا، لأنها أنشئت سنة 1046، وهذه متأخرة عنها. بل جل الذين أنشأوا هذه الدول التي نسميها بدول الأئمة أي دول الفقهاء، جلهم درسوا مع بعض المشايخ في فوت جلو، أو درسوا عند بعض المشايخ في فوت جلو، واشتهرت الفروع وبقي الأصل مجهولا، وهذا من الغرائب جدا. وهذه الدولة كان في تأسيسها أمر عجيب جدا، وهي تختلف في نظامها الحكمي عن تلك الدول كلها. لذلك أشاد بها شيخ موسى كمرة في كثير من كتبه، وذكر أن النظام الفوت جلوي نظام مهم جدا، ويختلف كليا عن بقية الأنظمة التي كانت سائدة يومئذ. وفوت كما ذكرنا أنها تأسست سنة 1046، وذلك ما أجمله المؤرخ الفوتي العلامة إبراهيم ابن محمد جاو الخالدي، يقول في تاريخ تأسيس دولة الأئمة:
وقد وقع الجهاد فيها وفي غيرها عام 1000، فلما أكمل الله لهم الجهاد وانتشروا في البلاد واجتهدوا في الدين كل الاجتهاد. وقد تكون في تأسيسها أو وقد اجتمع في تأسيسها 10 رجال، وأسماؤهم على النحو الآتي اختصارا. عندنا الإمام ألفا إبراهيم بن نوح بن محمد بن ماما كيكلا بن سيدي بن عباس، وابن عمه إبراهيم بن مالك بن محمد، هذان تنبويان. وألفا موسى كيبالي. وشرن محمد سامبا تنبوي بطنا وبرياوي موطنا. وشرن سليمان وشرن سيري تنبويان أي من مدينة تنبي. وشيخ محمد سلو هذا لبوي. وألفا أحمد كولادي. وشرن صالح كويوي. والشيخ محمد ساجو فقنبوي. فهذه هي الممالك 9 أيضا، لأن فوتا كانت تضم 9 ممالك، وكل شيخ من هؤلاء 9 كان واليا على مملكة مستقلة لها خصوصيتها في الحكم ولها خصوصيتها في النظام، بل لبعض الممالك خصوصية لا توجد حتى في العاصمة تيمبو التي هي كان مقر الخلافة الفوتجلوية. مثلا من أفسد حتى ولو كان إفساده جناية على نفس وفر إلى تيمبي، أهل تيمبي يشفعون له ولا يمس. أهل تيمبي هم كانوا موطن شفاعة لكل معطل أو كل مفسد لشيء ما. فإذا فررت ولم يستدرك الدولة ولم تستدرك الدولة إلى أن وصلت إلى تيمبي، لا يمكن أن تمتد إليك يد ولا يمكن أن تصاب بأي شيء. ثم بعد ذلك تطرقت للمبحث الأول كما قلت التعريف بمنطقة فوتجلو تاريخا وجغرافية. أما من حيث الجغرافية فالإخوة ذكروا يوم أمس كاسماس وانغابو، ونحن في فترة المام إبراهيم كانت تضم غينيا بيساو كلها وغامبيا كلها بما فيها كاسماس، وسيراليون كلها وليبريا كلها. كنا إذا قلنا دولة الأئمة بفوتجلو هذه كلها تدخل فيه. وفي فترة تجاذب انغابو سادة بكر من بندو والأئمة في فوتا جلو وقسموها إلى قسمين. لذلك ذكر استقلالية انغابو بعد أن سقطت في أيام جنكنوالي هو لا يعدو أن يكون فقط من باب الحديث، وإلا فهي فوتجلوية آنذاك. وكذلك غامبيا لم تكن لها ذكر إلا أن تضم إلى فوتجلو دولة الأئمة. لذلك كانت من أوسع دول الأئمة يومئذ. أما ما يتعلق بالتحجي ومرحلة البداية فقد ذكر الإخوة شيئا شبيها بذلك، لكن أزيد أنهم كانوا يتفننون في مراحل التحجي. مثلا في الحروف تجدونهم ينظمونها ليسهل على الطالب. إذا أخذوا الألف يقولون في الحركات التي يمكن أن تكون على الألف: ألف سيكودوكو أ سيكوليكو إي سيتوريكو أو سيهويكو أ، بمعنى أن الفتحة الفوقية أ والتحتية إي، هكذا. يقولون باء سيكودوكو باء سيكوليكو بي سيتوريكو بو سيهويكو أب، وهكذا. ويسمون الحروف بما تشتبه عند الطفل، بما يمكن أن يرتسخ عند الطفل. فصاد يسمونه ساريدو وهو يشبه البطن، وثاء يسمونه ثنهندو ليشتبه على النطق، حتى ليكون الطالب أجدر بإخراج هذا الحرف. ثم عندنا الألقاب والمصطلحات العلمية. عندنا تشيرنو، وأختصر على تشيرنو في الألقاب العلمية. فتشيرنو عندنا هو أعلى مقامات العلم، يشتمل على 3 حروف: الجيم والراء والنون، ولا يصل إليه إلا الفقهاء الكبار. فالجيم يرمز بالعالم، والراء بالورع، والنون بالنافع، بمعنى جنغدو رينيدو نفدو.
فهذه الثلاثة عندما يصل إليها العالم يصطلح عليه بشرنو. لذلك عندما ننظر إلى كتاب العالم فواكه تعلم في آفاق التنعم للشيخ محمد التسليم، ذكر في كتابه ما يربو على 200 عالم وصلوا إلى درجة الاجتهاد التقليدي. ويقول في أنموذجا من ذلك، وأنا أستسمح، يجوز للغرباء ما لا يجوز للمواطنين. والمجتهدون بالتقليد في مغربنا أعني فوت جلو وأندو وفوت تورو إلى البحر المالح لا ما قبله وشماله الشيخ ألفا محمد وينك التنبوي. ذكر شيخنا الوالد رضي الله عنه أنه بلغ مقام اجتهاد التقليد في الفنون. والشيخ أبو بكر السيلي مؤلف القنطرة، وبالمناسبة ذكر الشيخ مبكي أن علم الفلك كان يقرأ هنا. ومن المقررات العلمية في فوت تورو كتاب لعالم فوت جلوي وهو شيرن أبو بكر بوتي صاحب كتاب قنطرة الحساب، وهذا توفي 1185 وكان مقررا هنا ومقررا في موريتانيا ومقررا في تمبكتو. وهذا كتاب مهم جدا يقع في 227 بيتا. إذن ومن الأمثلة التي يمكن ذكرها في جهود علماء فوت جلو، ربما أكتفي بذكر بعض المصنفات لضيق الوقت إن شاء الله. فوت منذ أن تأسست عام 1046 عينوا كتابا لكل مملكة يتولون كتابة الوقائع والغزوات والوفيات والمواليد. لذلك كانت من أحسن دول الأئمة تنظيما في هذا الشأن. هناك رسالة سياسية في ضرورة الاجتماع في كيبالي، وهي تضم جميع المشايخ الذين اجتمعوا في هذا وشيئا من سيرهم الذاتية. الاستعانة بالقوي القهار على تدمير الكفار للعلامة أحمد بن محمد بن عثمان كلي العوري، وتاريخ المواليد والوفيات للشيخ حامد بن العلامة عبد الله القلاوي التنبوي. والغريب من هذا الكتاب تاريخ الموالد والوفيات صنفه 8 من أهل العلم، يعني هذا يتوفى ويأتي الآخر عقبه ويواصل متى حيث كان قد توقف. وكذلك تاريخ الاستخلاف والمعارك بالأعوام والأشهر والأيام، وهي لمجموعة من الكاتبين الذين كانوا يشتغلون في هذا المنصب، وهو منصب عمل فيه أخص الأدباء والبلغاء. وكذلك نظام الخلافة في فوت جلو، وكذلك في الماجد في ترجمة الوالد، وكذلك طلعة الأنوار، وكذلك تاريخ الوقائع، وكذلك تاريخ الخلفاء، وكذلك بهجة الصدور في ذكر رجال التكرور، وكذلك مطالع السرور في ذكر من لقيتهم من البدور، وكذلك بيان الوقائع والكرامات فيما تفضل الله به علي في الرحلات، هذا لمحمد التسليم الثاني. كذلك تاريخ الأحداث والوقائع للعالم الشيخ أحمد لاريا النجريوي. وكذلك نعتبر المجموعة النفيسة قسمه الثالث من ما يخص فوت جلو لشيخ موسى كمرة، وغير هذا من الكتب الكثيرة كمطلب الخلان في تاريخ الفلان في فوتا، ونزهة الإخوان في بيان أصل الفلان في فوتا، ونبراس الطلاب لإنارة سبل الرغاب في بيان أصل فل بنغابو، وكذلك محنة الخلال في تاريخ الآفاق والقطر الإفريقي، وبيان منبت الفلان ومنشئهم الحسن. وهناك أشياء كثيرة ستجدونها في الورقة إن شاء الله مما يتعلق بالنسخ والمصنفات وكتب خصت بالتاريخ. وأكتفي بهذا القدر، أو إن سامحتم لي هناك كتاب يسمى بشكر الإله، وهو ألف بين العشاء والمغرب، يقع في 313 بيتا، ألفه الشيخ سعد بن إبراهيم بن عبد الله الدلني في بحر البسيط، وهي لامية. يقول: سألني نظمه من حق طاعته في غير مأسية والبر قد سأل، ولست أهلا بما يدعو إليه وقد يلجي لمخ الأراقيب الطوى الرجل، سميت لاميتي شكر الإله لقد شكرته راجيا في الشكر زيد إلى. وأكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا. إن وفيت فحق ذاك في أنقي، وإن أقصر لأنتم أهل إعذاري. ما شاء الله ما شاء الله.
الأستاذ الدكتور محمد سامبابا نشكره ونعتذر إليه مرة أخرى. لقد ظهر من خلال عرضه أنه متمكن من الثقافة الإسلامية في فوتا جلو. لقد أفاد الأستاذ من خلال كلمته بشيء من تاريخ فوتا جلو، ونحن نتعلم منه اليوم بأنه واجب أن نطلق على هذه المنطقة لفظ فوتا جلو بدلا من فوتا جلون، وهذه معلومة جديدة نتلقاها اليوم ونشكره عليه. كما تطرق الأستاذ إلى أنظمة التعليم في فوتا جلو خاصة من التهجي ومرحلة البداية، كذلك الألقاب والمصطلحات العلمية والسياسية، كذلك ورد في عرض الأستاذ وهذه نقطة مهمة وهو ما يتعلق بخدمة علماء فوتا جلو للعلم والعلوم، أولا بنسخ الكتب وتدوينها وفتح المكتبات، ثانيا بالتأليف نظما ونثرا. على كل حال العرض أو الورقة غنية بالمعلومات حول جهود علماء فوتا جلو في خدمة العلم والعلوم بين الأخذ والعطاء، نشكر الأستاذ عليها.